الله الفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضائل التي نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يزور أفنبا. نمو الحياة البرية في مديرية مرقي بصورة جيدة. قسم الأسنان بمستشفى تسني يقدم خدمات متكاملة. انطلاق مناورات مكافحة الإرهاب بين دول منظمة شنغهاي في إيران. وسط تدهور العلاقات بين البلدين، الصين تطرد سفينة الصيد يابانية. وروسيا تسمح بدخول المواطنين الصينيين من دون تأشيرة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. التقى حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي بعمال المؤسسات الحكومية وطلاب مدرسة أفنبا الداخلية في مديرية وسط دنكاليا، وبحث معهم سبل تنفيذ برامج التنمية واستفادة المواطنين من مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وذكر بضرورة بذل جهود جادة لضمان كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة على كافة المستويات الإدارية. ودعا السفير محمد سعيد منتاي إلى تعزيز دور وتشجيع المعلمين وأولياء الأمور والشركاء للدفع بتنفيذ رغبات الطلاب واهتماماتهم وضمان مشاركتهم في أعلى مستويات التعليم. من جانبه دعا مسؤول التعليم الأستاذ فساي كداني المعلمين على التحلي بالمسؤولية، كما حث أولياء الأمور بضرورة مراقبة وتشجيع أطفالهم لأن المعلم وولي الأمر الجيد يبني طالبا جيدا. من جانبه ما دعا كل من مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد عثمان عبد القادر ومسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد جبرهويت تسفاي، داعيا الموظفين إلى لعب دورهم في رفع مستوى الوعي العام حول فوائد المؤسسات الخدمية. وقال مسؤول مكتب الصحة الدكتور علي حالو أن التعليم أساس التنمية، ودعا الشعب بشكل عام والشباب بشكل خاص إلى فهم الهدف من الاستثمار في التعليم والاستفادة منه بشكل صحيح. أفاد ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية ملقي السيد قعوش تولي بأن الجهود المبذولة للحفاظ على موارد الغابات والحياة البرية وتنميتها تحقق نتائج مرضية، وقال أنه يتم استعادة أنواع الأشجار والحيوانات المهددة بالانقراض إلى سابق عهدها بفضل أنشطة المكافحة الجادة التي يقوم بها الشركاء ومحاضرات التوعية العامة، مشيرا إلى مساهمة الإجراءات التصحيحية ضد قاطع الأشجار بدور فعال. وذكر بأن الأعضاء المشاركين في مراقبة موارد الغابات والحياة البرية يقومون بعمل فعال، مضيفا بأن المديريات التي تكثر فيها التضاريس الجبلية يشكل فيها النقل تحديا كبيرا. وأفاد العاملون في حراسة الغابات في دار الضاحية فاولينا بأن نتائج الجهود المشتركة أصبحت أكثر بروزا، موضحين بأن فصل المراعي والأراضي الزراعية واتباع المجتمع لإرشادات المكافحة بشكل صحيح يمكنها أن تحقق نتائج أفضل. تقدم عيادة الأسنان في مستشفى تسني خدمات شاملة لسكان مديريات تسني وقلوج وهيكوتا وفورتساوا. وذكرت مسؤولة القسم الدكتورة دستا تسماريام أن القسم يلعب دورا هاما في تخفيف آلام والتهابات الفم بشكل عام والأسنان واللثة بشكل خاص عند الأطفال والبالغين. وأضافت أن سوء نظافة الفم والإفراط في تناول السكر من بين الأسباب الرئيسية للألم وتسوس الأسنان، مشيرة إلى أن نظافة الفم أمر بالغ الأهمية لصحتنا بشكل عام. وذكرت بأن الإدمان على الطبق والسجائر والكحول وغيرها له آثار أيضا على الأسنان، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم. وأوضحت أن التغذية لها أهمية بالغة في بناء أسنان صحية، وإذا تناول الأطفال نظاما غذائيا متوازنا في السنوات الأولى من حياتهم فسوف يساعدهم ذلك على الحصول على أسنان جيدة وصحية. ونصحت في الختام المواطنين بفحص أسنانهم مرتين سنويا، بالإضافة إلى النصائح الصحية والتغذوية المتخصصة لضمان امتلاكهم أسنانا صحية. وقال السكان بدورهم أنهم نجوا من التكاليف العالية بفضل توفر المعدات الحديثة التي يمتلكها المستشفى والقدرة التخصصية العالية للقسم. نفذت أنشطة توعية لأصحاب المرافق الخدمية السياحية في أسمرة في الأول من ديسمبر للوقاية من الأمراض المعدية، شاملا للبرنامج الذي أشرف عليه أعضاء وحدة التوعية والإعلام التابعة لوزارة الصحة
التوعية بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز ولرقم من نوع بي وسرطان عنق الرحم. وقدم الخبراء شرحا شاملا عن هذه الأمراض على مستوى الإقليم الأوسط والبلاد والعالم، منادين المواطنين بضرورة إجراء الفحوصات العاجلة إذا ظهرت عليهم الأعراض واستخدام الأدوية بشكل صحيح. وأضافوا أن التطعيم للوقاية من سرطان عنق الرحم يعطى بشكل روتيني للفتيات في سن 14 عاما، ويجب على الإناث القيام بالفحوصات المخبرية حتى سن 30 عاما. وقال رئيس جمعية مقدمي الخدمات السياحية السيد سلمون جرماي أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مقدمي الخدمات السياحية للمساهمة في الوقاية من الأمراض المعدية. ارتفعت نسبة تغطية خدمات ما قبل المدرسة بنسبة تزيد عن 500% هذا العام، فيما حول لضمان جودة التعليم والطلاب في مديرية عالدقيح. وأفاد مسؤول خدمات التعليم في المديرية الأستاذ بيانيت السفاي لوكالة الأنباء الإريترية أن عدد مؤسسات ما قبل المدرسة في 19 إدارة ضاحية ارتفع من 9 إلى 49 مؤسسة خلال سنوات الاستغلال. وأضاف أن معظم هذه المؤسسات يتم تنسيقها من قبل الحكومة وتقدم خدماتها بلغتي الساهو والتيغرينيا. وذكر الأستاذ بياني أن النساء اللواتي تلقين تدريبا على التدريس لمدة شهرين في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية الصيف الماضي تم تعيينهن للتدريس في هذه المؤسسات. وأوضح في الختام بأن هنالك جهودا تبذل لضمان أن تصبح إدارات ضواحي دمحنا وقربة نبع التي لم تحصل بعد على خدمات ما قبل المدرسة مستفيدة من هذه الخدمات التي توفرت مؤخرا. يقوم سكان 5 قرى في ضاحية غولو بمديرية صنعفة بإصلاح الطريق الترابية المؤدي من صنعفة إلى ضاحية تالها نرعي. وقال المدير التنفيذي لإدارة ضاحية غولو السيد إبراهيم عمر بأن عملية النفير تجرى بهدف ترميم الطريق الذي تضرر بسبب الأمطار الغزيرة الخريف الماضي، وينسقون حاليا جهودهم لتخفيف الصعوبات التي يواجهونها في التنقل. وأكد المشاركون أن النفير له فوائد كبيرة على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب حل مشكلة المواصلات. هذا وتقع ضاحية غولو على بعد 12 كيلومترا شرق مدينة صنعفة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1500 نسمة موزعين في 5 قرى. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. انطلقت مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين دول منظمة شنغهاي للتعاون وتستمر لمدة 5 أيام في شمال غرب إيران. وأفادت وكالة مهر الحكومية أن المناورات تجرى باستضافة الوحدة البرية في جهاز الحرس الثوري تحت عنوان مناورة سهند 2025 المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتجرى في محافظة أذربيجان الشرقية. وتشهد المناطق الجنوبية من محافظة أذربيجان الشرقية مناوشات بين قوات الحرس الثوري وجماعات كردية مناوئة لطهران. وأوضح عسكريان أن المناورات جرى التخطيط لها استنادا إلى توجيهات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومشاركة الحرس الثوري، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، وأضيف أنها تكتسب أهمية استراتيجية خاصة. طردت قوات خفر السواحل الصينية سفينة صيد يابانية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية حول جزر دياويو. وقال ليو دي جون المتحدث باسم خفر السواحل الصينية أن القوات طبقت التدريبات الإدارية والقانونية الضرورية ضد السفينة اليابانية، مصدرة تحذيرات لإخراجها من المنطقة. وتدهورت العلاقات بين الجارتين بعدما أصبحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أول من يقود الحكومة في البلاد منذ عقود، مما يربط علنا بين أزمة محتملة في مضيق تايوان واحتمال نشر قوات يابانية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا تنفيذيا يقضي بالإعفاء المؤقت للمواطنين الصينيين من متطلبات التأشيرة في خطوة متبادلة تأتي بعد رفع بكين متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الروسية في وقت سابق من هذا العام. ويسمح هذا الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ فورا للمواطنين الصينيين بدخول روسيا دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما لأغراض السياحة أو العمل. وكان بوتين قد صرح الأسبوع الماضي بأن المسافرين الصينيين سيتمكنون في المستقبل القريب جدا من دخول روسيا دون تأشيرة، واصفا هذه الخطوة بأنها انفجار جيد وإيجابي في تطور علاقاتنا. وخلال محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في موسكو. ويعد الإعفاء المتبادل من التأشيرة جزءا من برنامج تجريبي لمدة عام واحد، وتطبق روسيا والصين بالفعل نظاما للإعفاء من التأشيرة للجولات الجماعية.
في الخبر الأخير، حذر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الذكاء الاصطناعي غير المنضبط قد يعكس اتجاه تضييق فجوات التنمية الذي ميز جزءا كبيرا من نصف القرن الماضي. وفي نداء ناهج الأشار إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يجري خلال أشهر لا عقود، وأن كثيرا من الدول تفتقر إلى البنية التحتية والمهارات وأنظمة الحوكمة اللازمة لاغتنام فوائد الذكاء الاصطناعي، فيما تواجه في الوقت نفسه اضطرابات اقتصادية واجتماعية ناجمة عن التكنولوجيا. وركز التقرير على منطقة آسيا والمحيط الهادي، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 55% من سكان العالم، وتتمتع بتنوع في الدخول الوطنية وفجوات أوسع في متوسط العمر المتوقع، مما يجعلها بمثابة نقطة الصفر لهذه الديناميات. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يزور أفريقيا. نمو الحياة البرية في مديرية منقي بصورة جيدة. قسم الأسنان في مستشفى تسني يقدم خدمات متكاملة. انطلاق مناورات لمكافحة الإرهاب بين دول منظمة شنغهاي في إيران. وسط تدهور العلاقات بين البلدين، الصين تطرد سفينة صيد يابانية. وروسيا تسمح بدخول المواطنين الصينيين من دون تأشيرة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.